كافريقيا. لكن انا طالع مع فرقه كوماندوز يعني الحقيقه فرقه رجاله، وانت عارف ان هم رجاله وبيفصلوا ما بين حاجات كتيره قوي، ما بين الحياه حتى اللي هم عايشينها في مصر، اكلهم شربهم اقامتهم، وما بين الحياه في افريقيا. الحقيقه في افريقيا في المره دي في الكاميرون في ياوندي كانت الاقامه سيئه جدا، فندق نجمتين. الفندق يعني بالظبط كده. طب ومعلش يا كابتن حماده، كل الفرق قاعده فيه ولا بس الزمالك؟ يعني عشان نوضح للناس حاجه يعني انت يعني احسن ثلاث فرق قاعدين في اوحش فرقتين الزمالك وبترو اتلتيكو الانجولي للبنات اللي هم واخدين السوبر قاعدين فيه. بيعتبروا ان الفندق ده يعتبر يعني احسن فندق في الفنادق اللي هم حاجزينها كمان. لا والله يعني والله يعني الفندق ده مقام مميزينكم يعني حقيقي. لكن الحمد لله لاعبتنا رجاله ان احنا برضه واخدين اكلنا معانا، هتلاقيهم هم اللي بيعملوا الاكل وهم اللي بينزلوا وهم اللي بيأزروا بعضيهم. ودكتور الفرقه الدكتور اشرف عثمان هو اللي بينزل على الاكل يعمل الاكل بايديه. حقيقه يعني هقول لسعادتك حاجه، منظومه كامله ما بين الفنيين والاداريين واللاعبين. حقيقي رجاله في كل حاجه، حتى في انضباطهم في افريقيا انضباط غير طبيعي. احنا رحنا في ظروف يا كابتن حازم بعد مباراه الزمالك والافريقي التونسي في كره قدم واللي حصل فيه، لما رحنا هنلاعب النجم الساحلي تونس ايضا. سعادتك يعني يا ريت الماتش كان مذاع على احدى القنوات الفضائيه العربيه، اتفرج على الماتش هتشوف مدى احنا العلاقه ما بيننا وبين التوانسه في هذه المباراه. ما تقولش ان في حاجه اساسا كانت موجوده، بالعكس. لا هو ما فيش حاجه يا كابتن حماده، يعني كان العلاقه حتى بعد ماتش الزمالك حقيقي الناس تفهمت الموقف يعني. وايضا كان معانا يا كابتن حازم، كان معانا ايضا فريق المغرب مقيم معانا. فرقه المغرب اكتر فرقه شجعتنا في النهائي في افريقيا في مباراه فاب الكاميرون. فرقه الزمالك الحقيقه الكابتن ايمن صلاح المدير الفني للفرقه والدكتور طارق لطفي مدرب عام الفرقه، ومع برضه بحب اشيد بيهم جدا 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 للانضباط اللي موجود بين اللعيبه وبينهم والاستجابه اللعيبه ليهم. حقيقي يعني حاجه ريحتني انا شخصيا، ريحت عبد الله جورج شخصيا، ريحت الكابتن خالد فتحي اللي هو كان رئيس جهاز معانا برضه شخصيا. في بقى يعني مع كل اللعيبه بالاداره بالفنيين بكله، الحقيقه كانوا منظومه يا ريت الناس كانت تشوفها. لان نادي الزمالك وزي ما قلت يمكن شباب الرياضه، انا كنت بذيع شباب الرياضه ساعتها، ان نادي الزمالك هو نادي القرن العشرين في كره اليد، ونادي العشر سنوات الاخيره في القرن 21 ايضا. يعني ساعتك احنا واخدين 3 سوبر، 4 بطوله ابطال دوري، 5 بطوله ابطال كاس في ال5 سنين الاخرانيه. يعني انجاز بس في 5 سنين اللي فاتوا بس كل ده. بس يعني انا اقول يعني بشكرك كابتن حماده عبد البارع، حاجه مشرفه جدا جدا وحاجه شرف لمصر كلها مش بس النادي الزمالك. بشكرك كابتن حماده عبد الباري. يعني برضه عايزين ما ننساش الناس، كابتن برضه السنه اللي فاتت كان كابتن دعبس معاك، الدكتور احمد دعبس عمل معانا مجهود كويس جدا. وكان مين رئيس الجهاز؟ كان الدكتور احمد دعبس مدير فني، وكان كابتن وائل عبد العاطي مدرب، وكان استاذ ابراهيم عبد الله رئيس جهاز مدير اداري، كابتن هشام نصر كان رئيس جهاز. هشام نصر برضه خدتوا معاهم السوبر وخدتوا معاهم افريقيا والسوبر وثالث عالم ودوري. يعني هل انتوا لعيبه مميزه جدا يا حسن ولا هي المدربين كويسين بس؟ يعني ما شاء الله. اقول لحضرتك حاجه، هي بتبقى منظومه. هي بتبقى منظومه. نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت كان عنده، ووجهه نظري طبعا مع احترامي لكل لعيبه مصر، افضل لعيبه موجوده في مصر في الهاندبول. كان كتير منهم متواجد في نادي الزمالك، كتير منهم اتربى جوه نادي الزمالك اللي هو احنا بنتكلم فيه ان هي مدرسه. نادي الزمالك في الهاندبول مدرسه. فاللعيبه دي قدرت تعمل تاريخ لنادي الزمالك وليها الفتره اللي فاتت كويس جدا. احتكرنا بطولات كتير ال5 سنين اللي فاتت زي ما حضرتك بتقول. يعني احنا السنه اللي فاتت اشتركنا في 5 بطولات، حصلنا على 4 منهم، السوبر وافريقيا وثالث عالم والدوري المصري، ده مع الدكتور احمد دعبس كابتن وائل. الكاس انتوا لعبتوش حتى الكاس يعني الكاس السنه اللي فاتت لا احنا اتغلبنا من نادي الشرطه. بس كنا خلاص بقى راجعين من قطر تعبانين طبعا، ونادي الشرطه كان مستعد استعداد كويس. لا وحتى كان في يقال انتوا هتلعبوا فرقه ثانيه ومش هتلعبوا خالص، يعني ما رحناش مرة كاس العالم للانديه. بس فطبعا كل الانجازات تحسب زي ما الكابتن حماده قال، المنظومه جوه نادي الزمالك، منظومه كره اليد هي ليها الفضل في الانجازات اللي بتحصل دي كلها. طيب داخلين على كاس العالم السنه اللي فاتت ثالث ما شاء الله، فرقه يعني
تالت وخسرتوا الماتش الاخير ده يعني بفرق، كنتوا بتروحوا وترجعوا مع كان فريق برازيلي متهيألي بتلعبوا. لا اونوبار البرازيلي احنا كسبناه، ده اللي وصلنا نلعب ثالث ورابع. لعبنا مع السد اللبناني. السد اللبناني. السد القطري. لا السد اللبناني ثالث ورابع، السد القطري كان في المجموعه. ايوه لا مين اللي لعبت معاه قبل النهائي؟ قبل النهائي خسرتوا فيه بقى السد القطري. السد القطري انا قصدي السد القطري ان هم كانوا جايبين 2 أو 3 اجانب لعيبه من احسن لعيبه في العالم. كانوا جايبين 6 مش 7. ما هي المشكله بس جايبين واحد انا فاكر من في ايفانو باليتش ده كان احسن بلاي ميكر في العالم. بلاي ميكر في العالم. ولازاروف في الباك رايت ده هداف كاس العالم. وكان عندهم مدافع دنماركي وجون كرواتي كل ده. وطلع الفرق كام؟ كنتوا بتروحوا وتيجوا معاهم على فكره. هم علوا 5-6 وبعد كده الماتش وصل 2-3 وبعد كده علوا تاني خلص 4 في الاخر. السنه دي مين نزل مجاميع وكده. بس هي السنه دي هم طوروا في كاس العالم شويه ان هم كتروا الفرق. النهارده بقى في كيل بطل اوروبا، ده من اقوى انديه العالم، نادي الماني كيل. المانيا جامده جدا في الهاندبول. المانيا وفرنسا واسبانيا. المانيا وفرنسا من اقوى الفرق. فنادي كيل جاي كبطل اوروبا، وسوداد ريال جاي حامل اللقب، وفي السد القطري وفي الزمالك المصري وفي بطل امريكا. شايف ممكن تاخده ثالث ولا ان شاء الله؟ بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي تمشي انا شايف تمشي فير، بس تمشي فير ازاي؟ ان ما ينفعش انا مثلا بلاعب سين من الناس ابص الاقي نادي، يعني في انديه دلوقتي بتظبط ان هي مثلا جايبه منتخب الدنمارك، في نادي تاني مظبط ان هو جايب ينفع بينفع. ما الفتره اللي فاتت كان السد القطري بالظبط يجيب لعيبه معاه كمان، ولا انتم مش محتاجين لعيبه معاه؟ مش قصه مش محتاجين، احنا بنروح بفرقتنا. كل الفرق تقريبا بتيجي شاريه لعيبه معاه او واخده لعيبه مبتدئه معاره يعني. ما عدا طبعا سوداد ريال وكيل، لان دول كل فرقه فيها جواها 8-9 جنسيات، دول حاجه ثانيه. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في الانديه اللي هو مثلا السد اللبناني، السد القطري، الزمالك المصري. هم دول اللي حسن يسري بشكرك شكرا جزيلا. معلش نطلع لاذان عشان معانا فاصل اذان طبعا المغرب. بشكرك شكرا جزيلا والف الف مبروك، ودايما نفرح جمهور مصر ونادي الزمالك الفرقه كلها. وسلمنا على الكابتن حماد نقيب كابتن فرقه نادي الزمالك، كل اللعيبه اللي عندك الف الف مبروك. شكرا كابتن حازم، وانا بشكرك جدا. بشكرك. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الناقد الرياضي جمال الزهيري واخبار واحوال الكره المصريه.